بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. أعزائي أعضاء جروب وقناة أرانب جد عصام، عزيزي مربي الأرانب المبتدئ، أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى لما يوصلك الفيديو ده إن أنت تكون في أتم صحة وفي أسعد حال. النهاردة أنا هتكلم على موضوع شائع جدا وناس كتير بتتكلم فيه، وناس متخصصة كمان قالت على الموضوع اللي أنا هتكلم فيه ده. طب إيه هو الموضوع يا عم عصام؟ الموضوع كله باختصار إن الكل بينصح إن أنت لازم تغير دم الأرانب كل فترة. يعني إيه برضو؟ عشان برضو أسهل المعلومة شوية. يعني إيه تغيير دم؟ يعني إن أنا أدخل عندي دكورة جديدة من حد جديد تكون مختلفة عن الأرانب اللي عندي، أدخل دكورة جديدة، أدخل نوكيت جديدة. المهم إن ما يبقاش فيه تزاوج للأقارب، بمعنى إن لو أنت حضرتك مثلا عندك 4 نوتي وذكر، إن أنت بعد مثلا سنة أو بعد 6 شهور أو بعد فترة بتجيب ذكر جديد أو بتجيب دم جديد، على أساس إن ما ينفعش الابن يلقح أمه، أو الابن اللي طلع دون يلقح أخته، أو الكلام ده كله. طيب هم قالوا الكلام ده بناء على إيه؟ وإيه المخاطر بتاعته؟ قالوا أنت لما بتعمل كده هتزيد عندك الخصوبة والأوزان بتاعت الأرانب هتزيد، وهيبقى فيه حاجات كويسة جدا هتبقى موجودة. طب لو ما عملتش كده ايه اللي هيجرى؟ الكلام اللي اتقال لو انا ما غيرتش دم او دخلت دم جديد في المكان اللي انا بربي فيه، هيحصل نوع من تشوه الأجنة، هيحصل تشوه أجنة، أو هيحصل إن الخلفة هتبقى حجمها صغير، أو إن العدد بتاع الخلفة هيبقى صغير، أو المناعة بتضعف. دي العيوب اللي قالوا عليها بالنسبة لتغيير الدم، إن أنا أدخل دكورة تانية عندي غير الكرة اللي موجودة عندي، على أساس تطلع سلالة جديدة، يبقى الأخ ما يلقحش أخته أو ما يلقحش أمه أو الكلام ده كله. وديا كانت المبررات بتاعتهم، إن أنا لازم أدخل دم جديد أو يبقى دم عالي، أو الكلام اللي أنا سمعته ده كله. أنا كمربي من 5-6 سنين بدأت فعلا عايز أعمل كده، عايز اجيب دكورة جديدة او ادخل دم جديد عندي في المكان اللي حضراتكم شايفيني بربي فيه ده. طب ايه اللي حصل معايا؟ انا في البداية خالص يا جماعة، عشان برضو نبقى متفقين على حاجة، وافكرك لو اتفرجت على الفيديوهات اللي انا منزلها من 4-5 سنين، انا بقول حاجة. انا بدأت ب3 نوتي وذكر، للأسف نتايتين منهم ماتوا من غير ما يشتغلوا عندي طبعا، واتضحك عليا والكلام ده كله. وانتاية هي اللي اشتغلت عندي، كانت نوعها كاليفورنيا او هاي بلس، ودي اللي اشتغلت بيها، وجبت ذكر بيبيون وبدأت اشتغل. والبداية عندي كانت بنتاية وذكر، لان طبعا ما كانش عندي خبرة ان الذكر بيبقى له 5 نوتي والحاجات دي كلها. الحمد لله اشتغلت، ولكن لما سمعت موضوع ان لازم اغير دم بعد فترة والحاجات دي كلها، رحت جبت ذكر من اخ غالي عليا اسمه محمد سعيد، وهو ممكن يكون سامعني دلوقتي، لان هو مشترك في الجروب وفي القناة. والذكر ده قعد عندي بالظبط شهر ومات. يبقى جبت ذكر اهو، وبذكر لك الاسم فاكره كويس، من الاستاذ محمد سعيد من شبين، والذكر مات بعد شهر تقريبا. رجعت جبت ذكر تاني اللي هو بيقولوا عليه وش اسد،
نفس الحكاية ما قعدش عندي ومات. كل ده وانا شغال بالمجموعة اللي طالعة عندي. في اخ عزيز ابن ليا اسمه مصطفى، قاعد في مدينة المستقبل، كان مربي وحصلت له ظروف، وبعد كده جاب لي كل الارانب. قلت اخلي ذكر او 2 منهم عندي، برضو للأسف ماتوا. طب بالتالي انا كل الذكورة اللي عندي يا جماعة هي الانتاج بتاعي من 5 سنين. انا واضح في كلامي؟ بمعنى ان كل الارانب اللي حضرتك شايفها دول من اب وام واحدة من 5 سنين. لا غيرت دم ولا دخلت ارانب عندي جديدة ولا اي حاجة. يعني دول كل الارانب دي من اب وام واحدة، وبيجيبوا كل الالوان وكل الاشكال اللي حضرتك شايفها دي. والحمد لله، الحمد لله، فضل ونعمة من عند ربنا. التحويل عندي كويس جدا جدا جدا، الحمد لله. الخصوبة مرتفعة جدا جدا، الحمد لله. مفيش تشوهات أجنة، مفيش الكلام ده كله. معرفش هل هي جت معايا حظ، ايه اللي حصل معرفش، ولكن انا بنقلك صورة بحاول اوضحها لك. لو انت حضرتك شغال والارانب اللي عندك شغالة ومفيش تشوه أجنة والتحويل عندك كويس والارانب عندك كويسة، نصيحة مني لا تغير دم ولا تغير الكلام ده كله، واشتغل وان شاء الله ربنا هيكرمك. طب انا تحليلي ايه للموضوع ده؟ ما هو كل حاجة لازم برضو يبقى لها تفسير. طيب انا رجعت لطبيعة الارنب او طبيعة اي حيوان بري عايش في البيئة بتاعته اللي ربنا خلقه فيها. هو انا لما بشوف قطعان النمور او قطعان الاسودة او الارانب اللي متربية بره في الصحراء او في الغابة او الكلام ده كله، هي دي مش بتبقى عبارة عن عائلات والابن بيتجوز امه والاخ بيتجوز اخته في الطبيعة والحاجات دي كلها، وما انقرضوش وما حصلش اي حاجة؟ يبقى انا النهاردة طالما انت حضرتك شغال وما فيش عندك مشاكل، نصيحة مني ما تدخلش عندك ارانب جديدة. وفي الاول وفي الاخر اي مربي مبتدئ، الناس اللي بكلمها دي لازم تعمل عندك احلال. يعني ايه؟ يعني تطلع شوية نوتي من عندك، اوعى تشتري ارانب تاني زي دول كده. كل دي انا نوتي مطلعها عندي احلال، ببيع منها لما يبقى عمرهم مثلا 5 شهور، وبخلي عندي 3-4 نوتي، بحيث لو نتاية تعبت انزل مكانها نتاية تانية. فنصيحة مني، والكلام ده بقوله لأي حد بيشتري مني، ما تشتريش ارانب من مكان تاني. انت طلع بنفسك الاحلال واشتغل، وان شاء الله ربنا هيوفقك. ده الموضوع اللي حبيته ان انا اقوله لحضراتكم بخصوص تغيير الدم، او ان انا ادخل ارانب عندي جديدة او الكلام ده. الارانب الوحيدة اللي خشت عندي جديدة بفضل من عند ربنا وعايشة والحمد لله كويسة هم كيتي وولادها. ادي بنت كيتي كبرت شوية فحطيتها في القفص ده هنا، وادي ولاد كيتي التانيين هم ان شاء الله باذن الله لو ليا عمر ونصيب انا هجوزهم لبعض، وهخلي
هم دقرين ونتايتين. انا هلقح الدقرين من النتايتين الاخوات، لان ما ينفعش القح من اي الوان تانية. انا عايز اشوف هل انا لو لقحت الارانب دي ولاد كيتي من بعض ايه اللي هيتم؟ يا ترى هيجيبوا نفس الالوان والجمال ده ولا ايه اللي هيحصل؟ هنشوف مع بعض التجربة دي ونعيشها مع بعض، وان شاء الله كله خير بإذنك يا رب. حافظ على الارانب اللي عندك وما تدخلش ارانب جديدة عندك، واشتغل وما تخافش، وان شاء الله ربنا هيكرمك. والدليل حاجة يا جماعة، انا فوجئت السنة دي مع ان ما غيرتش وما جبتش ديكورة ولا الكلام ده كله، لقيت عندي ارانب طلعالي بمناظر جميلة. بص حضرتك، طلع لي اللون الرمادي ده مع ان انا ما عنديش ارانب رمادي، جالي اللون ده. بص حضرتك، بص الالوان الجميلة اللي جت عندي. طب الالوان دي جت منين؟ الالوان دي جت لان الارانب بترجع لجدود الجدود، وبالتالي بتجيب لك الوان واشكال جميلة. اشتغل وما تخافش وربنا معاكو، وان شاء الله كل ما هتتعب كل ما ربنا هيكرمك. والى لقاء قادم في فيديو قادم. لكم حبي ودعواتي بدوام الصحة والستر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.